لو نتيجة الثانوي ظهرت والتنسيق ظهر وفتحت التنسيق، حسيت بصدمة من الأرقام اللي بتبقى موجودة في التنسيق، تقفل التنسيق تاني عشان اكتشفت انك ما جبتش الكلية اللي كان نفسك فيها وبتحلم بيها وبتتخيل نفسك فيها. يعني كنت بتتخيل نفسك في مكان غير اللي انت وصلت له، في مجال معين، في كلية معينة. وساعتها بتقعد تفتكر بقى لما كنت بتقول للناس انا كان نفسي في كلية كذا عشان ابقى كذا، وفجأة كل ده اختفى في اقل من دقيقة حرفيا. فلو انت حصل معاك كده، اسمعني للاخر ان انا هحاول اهون عليك كتير جدا عشان ده حصل معايا. فانت هتطلع من الفيديو ده مش حزين زي الاول، ممكن تكون عارف انا ممكن اعمل ايه بعد كده. تحملني شويه كام دقيقه دول عشان بجد الكلام اللي انا هقوله مهم جدا لو انت زعلان عشان ما وصلتش لكليه احلامك او الحاجه اللي كان نفسك فيها. ممكن الحاجه اللي هتحسها صعب عليك شويه لما تلاقي الناس بقى مبروك، المهم جبت كام، دخلت كليه ايه. مش مهم، ما نزعلش، كل الكليات زي بعض، يمكن دي الاحسن ليك. انت من جواك بتبقى عايز تقول ماشي، بس مش دي كلها كنت بحلم فيها وكان نفسي فيها واتخيل نفسي فيها، ولا ده كان هدفي اللي انا كنت مخطط له. فانا مش جايه النهارده اقول لك ما نزعلش، الزعل ملوش لازمه، لا، حقك تزعل عشان لو انت تعبت السنه دي وسهرت وذاكرت، ضغطت على نفسك وكان حلم وكان عندك حلم بتسعى له عشان خاطر تحققه، فده حقك انك تزعل طبعا. عشان عشت الاحساس ده، فاي حد بيحس بنفس الحاجه دي بحس ان انا ببقى فاهماه قوي. بالنسبه لي انا ما زعلتش على المجموع، في ناس كتير جدا ثانويه عامه خدعتها في المجموع، بس بالنسبه لي ما زعلتش على المجموع الصراحه. انا كنت ادبي، كنت جايبه 8.5%، ومع ذلك ما لحقتش الكليه اللي كان نفسي فيها وكنت بحلم بيها عشان التنسيق السنه بتاعتي كان عالي جدا، ودفعه 2025 عارفه الكلام ده. فانا مش هقولك ان اول ما عرفت ما زعلتش وعادي وقلت ولا يهمني وايه المشكله. لا، زعلت واتقهرت وعيطت وكل حاجه، وقعدت افكر طب ليه، طب انا اللي عملت اللي عليا، طب ليه ما وصلش اللي انا عايزاه. ودخلت اداب انجلش. هي مش وحشه بس مش ده اللي كان نفسي فيه. يعني كل ما اقول لحد الكليه بتاعتي يقول لي طب كويس، ده كويسه اللي مش عارف ايه، بس ماشي، بس مش ده اللي انا عايزاه. اللي هو انا ذاكرت وتعبت وجبت مجموع، وبعد كل ده تلاقي نفسك واقف قدام حاجه اسمها تنسيق، تقول لك معلش والله الطريق اللي انت كنت مظبطه مش هو ده طريقك. والله انت اصلا بتبقى مظبط صوره كامله لحياتك في دماغك، اللي هو انا هدخل كل اللي انا عايزها، هتخرج هشتغل، بس خلاص في حاجه تانية اتعمل. بس هي الحياه ما طلعتش ماشيه كده. فلما تلاقي ان اول خطوه في الخطه بتاعتك وقعت، تحس ان الخطه كلها باظت بقى خلاص كده. بس هي بجد الحياه ما طلعتش ماشيه كده خالص. فانا عايزاك تسمعني وتستنى معايا شويه للاخر عشان في حاجات فهمتها لو كنت فهمتها من بدري شويه او حد قالها لي كنت وفرت على نفسي شهور من الزعل. وهي ان الكليه اللي انت دخلتها مش هي حياتك كلها. الجمله تبان مستفزه دلوقتي، انا متفهمه ده جدا، خصوصا لو انت شايف اسم الكليه قدامك كده ما هي دي اللي هقضي فيها 4 سنين. وانا عارفه ومتفهمه ده جدا، فاسمعني للاخر. بص، انا طبعا مش هقولك ان الكليه مش مهمه، هي اكيد مهمه. ممكن احيانا، مش دايما، تاثر على طريقك، ممكن تقفل ابواب وتفتح غيرها، لكن عمر الكليه ما هتحدد قيمتك ولا هتكون انسان ناجح ولا لا. ومش اسم الكليه المكتوب في كارنيه الكليه اللي هتحدد انت هتشتغل فين وهتعمل كام والناس هتحترمك قد ايه، ولا انت هتبقى شخص عامل ازاي، والاهم انت هتبقى راضي عن نفسك ولا لا. عشان بعد كام سنه صدقني انك هتكتشف ان الحياه اكبر بكتير قوي من مجرد اسم كليه كنت بتعيط عليه وانت عندك 18 سنه. بص، انا مش بقول لك كده عشان هديك وخلاص، انا هحكي لك بالظبط انا عملت ايه في الحوار ده. عشان انا لو رجعت بالزمن كنت هغير حاجه واحده بس، مش اني همنع نفسي من الزعل، لا بالعكس، كنت هدي لنفسي فرصه ازعل، لكن مش هخلي الزعل ياكل مني وقت طويل قوي كده. عشان في فرق كبير بين ان انا زعلان عشان حلمي ما اتحققش، وبين ان انا هخلي حلمي اللي ما اتحققش ده يبوظ لي حياتي كلها. انا وقعت في التاني دي فتره، خليت حلمي ده انا ما وصلتلوش ان يبوظ لي حياتي لمده سنه كامله. دخلت كليه وانا شايله همها، وبقيت كل ما اروحها ازعل، كل ما الاقي ناس ماشيه في طريق كان نفسها توصل له بدات اقارن وافتكر انا كنت عايزه ايه، واقول انا ليه هنا، كان المفروض ابقى في مكان تاني. وقعدت مده طويله جدا عايشه في كلمه لو كان حصل، لو كان التنسيق جاب لي كذا، لو كنت وصلت لكذا. وفي لحظه ادراك كده هتكتشف ان حياتك الواقعيه الحقيقيه بتتحرك، وانت لسه واقف بتتفرج على حياه لسه ما بداتش اصلا، وانت المفروض تبدا غيرها. وده بالظبط اللي انا مش عايزاك تعمله. بص، انا مش هقولك تفرح غصب عنك ولا شد حيلك ولا دي اكيد دي الاحسن ولا الكلام ده، عشان ما حدش يعرف هي احسن ولا لا. بس حط في دماغك دايما طالما ربنا اختارها لي يبقى هي اكيد احسن، حتى لو انت مش عارف ليه دلوقتي. بس انا هقولك بقى حاجه اهم، ان اللي حصل حصل والتنسيق خلص والنتيجه خلصت، وخلاص بقى ارمي كل اللي فات ده ورا ظهرك. ويبقى السؤال الحقيقي هنا مش ليه ده حصل لي، لا، هيبقى اعمل ايه باللي حصل. عشان من اللحظه دي مش غير طريقين، طريق انك تفضل تبص على الحاجه اللي كان نفسك فيها وتفضل تتحسر عليها كل يوم، وطريق تاني انك تقول لنفسك مش دي البدايه اللي انا كنت عايزها، بس اقدر اعمل الطريق اللي يعجبني والنهايه اللي تعجبني. ده اللي هتكلم معاكم عنه دلوقتي. ممكن تبقى اكتر فكره مسيطره على دماغك دلوقتي ان انا خلاص كده ضيعت مستقبلي. لا، انت ما ضيعتش مستقبلك، انت بس ما لقيتش البدايه اللي كنت متخيلها. بس خلي بالكم يا جماعه ان الحياه مش امتحان ثانويه عامه، مفيش اجابه نموذجيه واحده. وعلى فكره ممكن اتنين يجيبوا نفس المجموع، بس واحد دخل كليه نفسه فيها وحد تاني دخل كليه عمره ما فكر فيها، بس بعد ما يتخرجوا ممكن تلاقي التاني حياته احسن من الاولاني. طب ليه؟ مش عشان خاطر الكليه احسن،
عشان خاطر كل واحد اشتغل على نفسه بطريقه غير التاني، طريقه مختلفه عن التاني. هي ما طلعتش باسم كليه، طلعت باللي بيشتغل على نفسه اكتر. وده اللي لازم تكون فاهمه كويس قوي من دلوقتي، ان اسم الكليه مش هيشتغل مكانك، ولا هيصحى الصبح بدري يذاكر مكانك، ولا هيطور مهارتك مكانك، ولا اللغه مكانك، ولا هيشيل مسؤوليه حياتك ولا مستقبلك مكانك، ولا هيبني شخصيتك مكانك. فلو دخلت كليه مش حلمك لكن قررت انك تستفيد منها وتبني نفسك جنبها، انت كده يبقى معاك فرصه موجوده جدا انك تتخرج ومعاك شهاده ولغه وعلاقات وشخصيه قويه وخبره وكل حاجه، تبقى بنيت حاجه لنفسك بنفسك. عشان كده مش عايزاك تعمل غلطه تانية، انك ما تستخدمش احباطك وزعلك كعذر انك ما تعملش حاجه. يعني طب ممكن تعدي بس كشاطر. يعني ما تقولش انا اصلا دخلت كليه مش عايزه اذاكر ليه، طب ما انا مستقبلي ضاع اطور من نفسي ليه، ما انا اصلا ما كنتش عايزه اكون هنا. ما تعملش كده، كده بتخلي حاجه حصلت غصب عنك لحاجه انت بتعملها بايدك ومزاجك. يعني التنسيق ممكن يكون ظلمك من وجهه نظرك، لكن ما تظلمش انت نفسك اكتر. دي حاجه عايزه اقولها لك بوضوح جدا، ما تلومش نفسك. انت لو ذاكرت وعديت من السنه المقرفه دي على خير فانت عملت اللي كان في ايدك، الباقي ما كانش في ايدك، ما كانش بتاعك. فبلاش تقعد تلوم نفسك على حاجه انت ما كنتش تقدر تتحكم فيها، والوقت اللي هتضيعه في جلد نفسك ولوم نفسك ده وقت ما ينفعش تخسره اصلا. بقول لك كده عشان دي حاجه انا عشتها بنفسي. كنت بروح الكليه وانا مش ما بحبهاش، انا بكرهها مش بس بحبهاش. كل ما ابص لها كده ابقى قرفانه منها واروح البيت متضايقه ومخنوقه منها، وافتكر المكان اللي كان نفسي فيه. على فكره كان سهل جدا اعيش في دور الضحيه، بس مين اللي هيدفع الثمن في الاخر؟ مش انا اللي هدفع الثمن في الاخر، مش الكليه ولا التنسيق. انا اللي هضيع وقت من عمري ما ينفعش يضيع ولا ينفع اخسره. ودي حاجه لازم كلنا نبقى فاهمينها كويس جدا، ان في الحياه في حاجات بتحصل من غير اذننا مش بمزاجنا، لكن رد فعلنا عليها دي بتبقى مسؤوليتنا والحاجه اللي بمزاجنا. انت مش مسؤول ان كل حاجه تيجي زي ما انت عايز، لكن مسؤول انك تعمل ايه لما الحاجه ما تحصلش زي ما انت عايز. اللي عايز اقوله ان ما تخليش حاجه تمنعك انك تبني نفسك. يعني المجال اللي انت بتحبه مثلا محتاج كورسات اتعلم، محتاج وقت وشغل على نفسك اصبر عليها شويه، محتاج تدريب دور، محتاج مهاره معينه ابدا دور فيها وابدا اشتغل فيها. ولو انت مش عارف اصلا انت عايز ايه فده طبيعي، مش كارثه ولا حاجه. انت لسه عندك 18 او 19 سنه، يعني انت داخل اصلا في مرحله جديده، ممكن طبيعي جدا تبقى تايه في الاول لحد ما تعرف انت عايز ايه. ومعاك وقت تجرب وتغلط وتجرب حاجه وتسيب التانية، وتعرف حاجات انت ما كنتش تعرفها اصلا، وتحب حاجات انت عمرك ما سمعت عنها. بس اهم حاجه ما تقفش طول ما انت ماشي، انت بتجرب لحد ما تستقر انا عايز اعمل ايه وحبيت ايه وحابب اشتغل في ايه، ده اللي انا هكمل حياتي فيه خلاص كده. افضل جرب طول ما انت ماشي كده لحد ما تعرف نفسك اكتر وتعرف انا بحب ايه بجد وما بحبش ايه. وعلى فكره بقى اخطر حاجه في الموضوع مش انك ما تدخلش الكليه اللي كان نفسك فيها، اخطر حاجه انك تصدق ان معنى انك ما دخلتش الكليه اللي نفسك فيها ان ده معناه ان خلاص كده مش هعرف اكون الشخص اللي كنت بحلم ابقاه. عشان ده مش صح. يمكن الطريق اللي انت كنت راسمه في دماغك انتهى، بس هو مين قال ان ده الطريق الوحيد؟ على فكره الحياه مليانه طرق. يمكن بعد سنه تكتشف مجال عمرك ما كنت تعرف عنه اي حاجه، يمكن تعمل مشروع وينجح، يمكن تكتشف انك شاطر في حاجه عمرك ما جربتها، يمكن تتعلم مهاره جديده تعرف تشتغل بيها، يمكن الكليه نفسها تديك فرصه انت ما كنتش متوقعها، مين عارف. كل اللي انت محتاجه دلوقتي انك تبطل تحاول تعرف نهايه القصه من اول صفحه، عشان انت لسه في اول صفحه، فما توقفش وتحكم على الكتاب كله. ودلوقتي بقى عايز اقولك حاجه مهمه جدا، وهي ما تقارنش بدايتك ببدايه حد تاني. عشان انت اول ما تدخل الكليه هتلاقي اللي جاب مجموع اعلى واللي وصل لكليه احلامه واللي بدا يشتغل واللي عنده خطه وهدف بيشتغل عليهم واللي اهله ساعدوه واللي عنده فرصه انت ما عندكش زيها. فلو فضلت تبص حواليك هتفضل طول عمرك حاسس انك متاخر، مع انك مش في سباق معاهم اصلا، بس هتفضل حاسس انك متاخر وان انا مش عارف انجح في حاجه وان انا اتاخرت. بس انت في طريقك، ما تبصش حواليك. النجاح مش انك تبقى احسن من اللي جنبك، النجاح انك تبقى بعد سنه تبص لنفسك وتقول انا اتغيرت وبقى في نفسك القديمه ونفسك الجديده. يعني بقيت اقوى، انضج، اشطر، عندك مهاره جديده اتعلمتها، عندك ثقه اكتر، بقيت تعرف تعتمد على نفسك. عشان لما تتخرج ما حدش هيعيش حياتك مكانك، ولا اسم الكليه هيضمن لك النجاح في حياتك، انت اللي هتعمل النجاح ده. دي حاجه تخوف شويه، لكن في نفس الوقت دي اكتر حاجه تطمنك، لان معنى ان مستقبلك مش متوقف بالكامل على الكليه، ان لسه في ايدك انك تتحكم وتغير. يعني لسه تقدر تبدا وتغير وتبني وتبقى شخص ناجح، لكن بشرط واحد، انك ما تفضلش واقف عند الباب اللي اتقفل. ان ممكن جدا يبقى قدامك باب تاني لكن عينك مش شايفاه عشان انت مش شايف غير الباب الاولاني. ممكن تقولي طيب ماشي كويس خلاص فهمت ان الكليه مش نهايه مستقبلي، بس اعمل ايه وانا لسه مش متقبلها؟ مش هقولك ما تزعلش ولا عادي وماشي الدنيا، حقك تزعل بس ما تديش للزعل حياتك كلها، اديله وقته. ما تديش للزعل حياتك كلها. ومش هقولك حب الكليه غصب عنك، ان ما وعدكش انك هتحب الكليه في ال4 سنين، انا لسه ما بحبهاش قوي لحد دلوقتي، لكن تأقلم. يعني تأقلم مع الأمر الواقع. أعمل إيه؟ يعني ذاكر لها وانجح في امتحاناتها وعديها، وهي مرحلة وهتعدي، مش هتفضل فيها العمر كله. لأنك لو فضلت طول الوقت تقول أنا بكرهها، أنا مش رايحها، أنا مش مذاكر لها، مش هتستفيد حاجة، ده بقى أمر واقع خلاص. فصدقني هتخسر، مش هتستفيد حاجة خالص.
انا فضلت زعلانه بسبب الكليه فتره طويله جدا، بس في لحظه ادراك كده سالت نفسي، هو انا هستفيد ايه وانا هفضل كده لحد امتى؟ هنا فهمت ان في فرق كبير جدا بين ان اكون زعلانه بسبب حاجه حصلت غصب عني، اني افضل مخليه الحاجه دي مسيطره على حياتي بارادتي. اصل اللي حصل حصل خلاص مش هيتغير، لكن اللي هتعمله بعد كده لسه في ايدك. فادخل كليتك واعمل اللي عليك وانجح فيها وخد منها كل حاجه تقدر تستفيد منها، وهي كده كده مجرد مرحله وهتعدي، وهتعدي بسرعه كمان، مش هتعدي بالراحه زي سنين الدراسه اللي كنا فيها. ما تستناش الكليه تبني لك مستقبلك لوحدها، وما تقارنش نفسك بحد تاني، وافهم كويس انك لسه في بدايه الطريق. عموما الفرق ما بيبقاش في البدايه، الفرق في اللي بتعمله بعد البدايه، ايا كان البدايه كان شكلها عامل ازاي. الكليه مش حلمك، ما تخليش ده يبقى عذر بالنسبه لك عشان خاطر توقف. دي عموما مجرد محطه، يعني هتعديها، مش هتفضل فيها العمر كله. ومش حكم على مستقبلك، حتى لو بعد فتره لقيت نفسك مشيت في طريق وحسيت ان انا عايزه اغيره، براحتك، معاك 4 سنين تجرب براحتك وتغير كل اللي انت عايزه. معاك 4 سنين جرب براحتك وغير رايك براحتك خالص، بس اهم حاجه تكون واصل لحاجه قبل ما تتخرج، ما تفضلش تايه. فرصة تكون ماسك طريق قبل ما تتخرج، معاك 4 سنين جرب فيهم وتكون ماسك طريق، ما تتخرجش وانت لسه تايه في بحر الحياة كده. بس ولآخر مرة هقولك، حقك تزعل على اللي راح، بس ما تبنيش حياتك حوالين اللي راح. الكلية ممكن تحدد بداية طريقك، لكن مش هتحدد انت مين، ولا طريقك هيبقى عامل ازاي، ولا نهاية طريقك هتبقى عاملة ازاي. يمكن وانت بتتفرج على حد دلوقتي لسه حاسس انك مش مقتنع قوي بالكلام ده، لسه كل ما حد يقولك دخلت كلية ايه بتقول اسمها وانت حاسس بضيقة كده ومش عايز تقول اسمها. وده عادي، انا كنت فاكره كده برضو. كان كل ما حد يسالني انت دخلتي كليه ايه، كان لازم اقول للاسف دخلت كليه كذا. يعني ما اقدرش اقول اسم الكليه عادي كده، لازم اقول للاسف الاول. وكنت فاكره ان كل ما اروح الكليه هفضل متضايقه ان الحاجه اللي كان نفسي فيها وما حصلتش هتفضل واقفه بيني وبين اي حاجه حلوه تحصل لي. بس مع الوقت اكتشفت ان ده مش صح. في حاجات كده بنعدي بيها بنفتكر انها نهايه الكون، بس بعد فتره بنكتشف انها مجرد مرحله وعدت وخلصت. فما تخليش زعلك ابدا، عشان ده ممكن يحصل يقلل من قيمتك او من تقديرك لنفسك او من اللي تقدر تعمله، عشان ممكن من تاثير الزعل كل اللي فات ده يحصل. اعرف قيمة نفسك، واعرف انك تقدر تعمل والله حاجات كتير قوي. لسه السنين قدامك، ولسه تقدر تجرب وتشتغل وتبني نفسك وتنجح كمان. لازم تفهم ان نجاحك عمره ما هيتقاس باسم الكلية، والله. يعني بعد ما تتخرج محدش هيسألك انت كنت في كلية ايه، لا، انت بقيت ايه، بتعرف تعمل ايه، عملت ايه بنفسك، هل بتقدر تعتمد على نفسك، هل عندك سكيل تقدر تشتغل بيها، تعرف تشتغل وتكسب، بقى عندك شخصية قوية بتطور من نفسك، ولا لسه عند نقطة الصفر، الناس بتقدرك وبتقدر شغلك ولا لا. شايفين كل اللي انا قلته ده؟ دي الحاجات اللي هتفرق بجد. فلو التنسيق خدك لمكان انت ما كنتش عايزه، ما تعتبرش ان الطريق انتهى، اعتبر بس ان الخطه اتغيرت. فانت اعمل اللي عليك وحاول تطور من نفسك وسيب بقى على ربنا، وما تلومش نفسك كتير. ممكن تفضل متضايق فتره وده طبيعي، بس ما تخليش الموضوع يتحول من ان انا كان نفسي في حاجه وما خدتهاش لان انا خلاص كده ماليش مستقبل، عشان ده مش حقيقي. دي مجرد فكره كده بتقولها لنفسك وانت زعلان ومتاثر، فما تصدقش الموضوع ده، ما تخلوش في دماغك كتير. وعايزاك بعد كده بدل ما كل ما تروح الكليه تسال نفسك انا ايه اللي جابني هنا، لا، ابدا اسال نفسك طالما انا هنا اقدر اطلع من ال4 سنين دول بايه. يمكن مش هتحب المكان ولا هتعتبره المكان اللي كنت بتحلم بيه، وده عادي، بس اوعى تدي المكان مش عاجبك سلطه انه يحدد شكل حياتك كلها. خلي الكليه تاخد وقتها اللي المفروض تاخده، بس اوعى تخليها تاخد منك طموحك. ده بس كل اللي محتاجه انك تبني حياه جديده تكون انت شخصيا راضي عن نفسك وفخور بنفسك. انت ممكن تكون موجوع دلوقتي وانا فاهمه ده جدا، بس ما تخليش وجع النهارده يسرق منك الشخص اللي ممكن تبقاه بكره. وحط في دماغك دايما ان اي خطوه جديده تاخدها ممكن تغير لك شكل حياتك كلها. بس كده كلامي خلص لحد هنا. فلو تعرف حد ثانويه عامه ابعت له الفيديو ده، او لو انت كنت ثانويه عامه اتمنى يكون الفيديو هون شويه او قلل الزعل بنسبه حتى لو 10%. ممكن اكون ما بحبش الكليه لحد دلوقتي، بس تاقلمت عشان انا مش هفضل طول عمري زعلانه، لازم اشوف هعمل ايه في حياتي وانجح في حياتي. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم واكون هونت عليكم شويه، او شاركتكم حاجه كان نفسكم حد يشاركها، او قلت لكم حاجه كان نفسكم حد يقولها. بس صدقوني ان مفيش اي حاجه تستاهل زعلكم ولا تستاهل ان صحتكم تتعب بسببها. فركزوا على نفسكم واقعدوا مع نفسكم كده واعرفوا احنا عايزين ايه وعايزين نشتغل ايه وعايزين نوصل لايه، وربنا يوفقكم باذن الله. وافتكروا دايما طالما ربنا اختار لي الكليه دي فهي احسن لي، حتى لو انا مش شايفه ده دلوقتي. بس كده، اعملوا سبسكرايب عشان اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. بحبكم. باي باي.